مساء الخير يا امارات. حبيت اوريكم حاجه كنت بعملها، قلت ايه بس بالمره اصورها. دي ايه بقى؟ دي صلصه مركزه طبيعيه، شايفين ما شاء الله تقيله وحلوه ازاي؟ هي لسه نازله من على النار فعشان كده إيه سخنه، هي البخار بتاعها باين. دي بقى بعملها ازاي؟ شايفين الكميه ما شاء الله كبيره. دي بقى بعملها ازاي؟ بجيب طماطم يعني حوالي 3 كيلو مثلا او اكتر، احطهم في حله كبيره قوي، اقطعهم انصاص كده، اغسلهم طبعا كويس اقطعهم من صوص، احطهم في حله كبيره من غير اي نقطه ميه، واحط الحله دي على النار. تمام. اسيبها على النار لحد ما تستوي. هي طبعا الطماطم هتنزل الميه بتاعتها وهي هتلاقيها استوت كده وايه، ويعني دبلت وبقت شكلها مستوي خالص. طيب اطفي النار، اشيلها بالهاند بلندر واقعد اضرب فيها. تمام كده. اللي ما عندوش هاند بلندر هيضطر يحطها في الخلاط بقى، يستنى تبرد ويحطها في الخلاط. بس طبعا بالهاند بلندر اسهل كتير قوي وهي في نفس الحله. ضربتها كويس قوي خلاص، هرجع احطها على النار تاني، اسيبها بقى على الهادي براحتها خالص 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 لحد ما تطلع كل الميه اللي هي فيها. تمام. اللي بسيبها بقى انا بحبها كده بصراحه، اللي هي ايه، تاخد يعني إيه لسعه بسيطه كده من تحت، اللي هي الحتت السمرة شويه دي، واقلبها فيها، بتعمل طعم ايه مزز وجميل للصلصه. ماشي. بسيبها بقى تبرد خالص، يعني انا دلوقتي الدنيا ليل فهحطها في التلاجة للصبح، الفها براب يعني ببلاستيك واحطها تبرد. والصبح إيه اقوم اعبيها في اكياس. هوريكم شكل الاكياس بيبقى عامل ازاي. بصوا، دي واحدة معمولة محطوطة في الفريزر، صلبة هي جامدة. بجيب الكيس. تمام. واحط فيه الطماطم وادوس عليها افردها كده، تبقى اقل من الكيس، واتنيه كده واحطه في طبق مستطيل او علبة واتيفر، وكيس فوق كيس فوق كيس، وبعدين ادخل العلبة دي زي ما هي كده في الفريزر. ولما الطماطم تجمد اقدر اطلعهم من العلبة واسيبهم كده. بصوا ايه ميزة الموضوع ده؟ اولا ما بتاخدش مكان في الفريزر، ثانيا بتبقى يعني مرصوصة كده فوق بعضها، المساحة صغيرة واعرف اطلعهم من بعض بسهولة، مش تبقى اكياس عمالة اتخانق وانا بشدها. ثانيا بقى بقدر اكسر منها على قد ما انا عايزة يعني. طبعا انا ماسكة الموبايل بايدي التانية فمش عارفة اكسر دلوقتي، بروح كسرها كده واخد الحتة اللي انا عايزاها على قد الطبخة اللي انا بعملها، والباقي اشيله تاني في الفريزر. فدي طريقة بصراحة عبقرية جدا يعني انا اتعلمتها من حد، مش انا اللي اخترعتها. بنحول بقى الكمية الكبيرة دي ما شاء الله لكذا كيس، بتقعد معايا كتير جدا جدا، بتسهل الاكل فوق الوصف. اي اكلة في الدنيا دلوقتي بعملها اروح فاتحة حتة من الكيس رميها فيه، خلصت. ولا بقى اقعد اضرب طماطم كل يوم، ولا بشتري صلصة جاهزة، ولا اي حاجة من الحاجات دي. بصوا والله قوامها وطعمها بيبقى رهيب رهيب جربوا الطريقة دي، هتسهل عليكم المطبخ يعني اوي. يلا مع السلامة.